السلام عليكم، ازيكم حلوياتي الحلوين اللي بحبهم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. تعالوا نشوف النهارده فطارنا لرمضان هنفطر ايه. طبعا احنا زهقنا من الاكلات والطبايخ والصلصه والرز والحاجات دي كلها. تعالوا نشوف هنفطر ايه النهارده. هقطع طماطم وهقطع فلفل. طبعا انتوا ممكن تكونوا استنتجتوا انا هعمل ايه. من غير ما احيركم هنعمل عيش باللحمه وعيش بالصدوق، هنعملهم في الفرن بره. انا قطعت طماطميه وهقطع فلفلايه. انا مش هعمل كتير، يا دوبك هو ربع لحمه اللي انا هعمله، ربع لحمه مفرومه وربع صدوق، عشان انا مش عايزاه يقعد ومش عايزاه يبات، هو يبقى ايه فطار يوم كده وخلاص. طبعا العيش باللحمه والعيش بالصدوق ملهوش يعني حاجه معينه بيتعمل بيها. يعني في ناس بتحط طماطم وفلفل، في ناس بتحط طماطم وفلفل وبصل، في ناس بتحط زيتون، في ناس بتحط خضره، اي حاجه. يعني مش شرط ان هو يبقى حاجه معينه، كل واحد بيحط اللي بيحبه. الصدوق انا ببقى شايلاه في الفريزر وبطلعه يا دوبك يعني 5 دقايق 10 دقايق كده يفك. هو طبعا مغلبني قبل ما انا قطعته، يعني عشان هو لسه جامد مجمد خالص، بس انا بحب اقطعه شرايح رفيعه كده زي ما انتوا شايفين. خلصت انا بقى تقطيع الصدوق كله، بس عبال ما قطعته هو غلبني شويه. عبال ما اتقطع هقلبه بقى كده مع الخضار. تعالوا نشوف برضو انا بحط له ايه تاني غير الطماطم والفلفل. بحط له نص معلقه من الصويا صوص، وكمان بحط معلقه من المستردة. انا بحب الخلطه دي على الصدوق، بتدي طعم حلو كده يعني لما بيتعمل. كمان بحط صوص باربيكيو. باربيكيو بقى مش هينزل بسهوله، فلازم ايه نخبط له كده عشان ايه ينزل معاه. احط برضو معلقه. الكميه دي بقى انا بحطها لربع صدوق، يعني ربع كيلو من الصدوق. لو انتوا عاملين كميه اكبر بتضاعفوا بقى ايه كميه الصوصات. ممكن كمان بقى تحطوا اي صوصات انتوا بتحبوها. يعني انا حطيت دول اللي عندي في التلاجة حطيتهم، وكمان بحط شويه من الفلفل الاسمر، وبحط عليهم شويه من الكزبره الناشفه. بالنسبه لي انا دي الصوصات والبهارات اللي انا بحب احطها. لو انتي حابه اي بهار تاني تقدري تحطيه، 7 بهارات ماشي، عايزه تحطي كوبيبه صيني ماشي، عايزه تحطي ايه تاني جوز الطيب، اي بهار بقى انتي بتحبيه حطيه ضيفيه. ده بالنسبه لخلطه الصدوق معايا. خلطه اللحمه بقى هو معايا ربع كيلو لحمه، ربع كيلو لحمه مفرومه، وبحط عليه شويه من البقدونس مخرطين كده ناعمين، وبحط بصلتين كبار، وبحط فلفلايه رومي بضربها في الكبه تبقى ناعمه كده خالص، بحطها على اللحم. وبحط بقى ايه حاجه تانية، بحط معلقه من السمنه البلدي كده زي ما انتوا شفتوا، علشان تدي طعم حلو وريحه حلوه. والملح والفلفل طبعا انا ما بحطش بهارات اكتر من كده. برضو موضوع البهارات ده راجع ليكي زي ما انتي عايزه. انا فردت الصدوق بتاعي بالخضار، لسه بقى مرحله ان انا هحط الجبنه. كنت واخده معايا جبنه موتزاريلا واشتريت جبنه تركي وانا ماشيه بفتحها اهو. ايه ده؟ ايه المنظر ده؟ مش عارفه في عفاريت ظهروا كده في الفيديو فجاه، معلش التصوير برضو طالع بشع والدنيا ضلمه في الفرن، فالتصوير طالع فاشل. فده انا، ما تخافوش ما تقلقوش، يعني محدش يتخض. انا بس كنت ضاربه العبايه السوداء، فما تخافوش مني، انا مش عفريت، ده انا. حطيت انا بقى الجبن وقفلت ودخلوا الفرن وتمام، قاعده بقى مستنيهم عبال ما يطلعوا. هنا بقى كنت بوريكم ان العيش بلحمه بتاع كل حد عامله غير التاني خالص. التقفيله بتاعته بتاعت الحروف دي غير التاني، تحسوا ان هي شبه البصمه. عارفين البصمه طبعا ملهاش شبه، التقفيله برضو ملهاش شبه. يعني كل واحد مقفل تقفيله غير التاني خالص، تقفيله مختلفه تماما. وسبحان الله كل واحد بيبقى حافظ العيش بتاعه من التقفيله اللي هو عاملها، يعني البصمه اللي هو حاططها على العيش. بس ده كان فيديو النهارده بتاع فطارنا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسونيش في اللايك والشير. بحبكم كتير كتير، والسلام عليكم.